السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله مع بعض يا سنة اولى هنحل امتحان متوقع، امتحان نصف العام عام 2024. يلا بينا نبتدي مع بعض حل الامتحان واسئلة الامتحان. وطبعا السؤال الاول معانا: ألف، أكمل العبارات الآتية. وحدة قياس الكتلة هي نقط. طبعا وحدة قياس الكتلة هي كيلو جرام. أما بقى وحدة قياس الحجوم فهي طبعا سنتيمتر مكعب. أما بقى رقم 2: بتصنع معظم أواني الطهي من نقط. طبعا بتصنع من الألمنيوم، بينما بتصنع مقابضها طبعا من البلاستيك. أما بقى رقم 3: في المدفأة الكهربائية بتتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا المدفأة الكهربائية بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. أما بقى العبارة 4: بيعتبر الصرصور من نقط. طبعا الحشرات، وده لأنه عنده 6 أرجل أو 3 أزواج من الأرجل، بينما العقرب طبعا من العنكبوتيات، ده لأنه عنده 8 أرجل. أما بقى رقم 5 والعبارة الأخيرة: من النباتات اللي بتتكاثر بالجراثيم. طبعا احنا ممكن نكتب الفجير وممكن نكتب كزبرة البئر ممكن. أما بقى من النباتات اللي بتنتج بذورها داخل مخاريط، طبعا هيكون الصنوبر. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان اكتب وظيفة أو أهمية. رقم 1: سبيكة النحاس والذهب. طبعا سبيكة النحاس والذهب أهميتها أو استخدامها هو صناعة الحلي. أما بقى رقم 2: المنقار الحاد المعقوف في الصقر. طبعا تمزيق لحم الفرائس. كده بالشكل ده نكون انتهينا من ب. دلوقتي بقى هننتقل لجيم، وجيم عبارة عن مسألة حسابية وعايزني أحسب كثافة الحديد. طبعا احنا عارفين انه قانون الكثافة بيساوي الكتلة على الحجم. يعني معنى كده اني مفروض يكون عندي في المعطيات الكتلة والحجم. تعالوا بينا نقرأ المسألة ونشوف ايه المعطيات الموجودة عندنا. طبعا عند تعيين كثافة قطعة من الحديد كتلتها 78 جرام. كده أنا عندي الكتلة من المعطيات، ناقص يكون عندي الحجم. وضعت في مخبار مدرج به 100 سنتي مكعب من الماء، فازداد حجم الماء إلى 110 سنتي مكعب. احسب كثافة الحديد. يبقى أنا كده عندي كتلة لكن ما عنديش الحجم. طب ازاي أقدر أحسب حجم قطعة الحديد؟ طبعا الحجم هيساوي، أو حجم قطعة الحديد يساوي حجم الماء والقطعة معا ناقص حجم الماء. يعني حجم الماء والقطعة مع بعض هيساوي 110 ناقص 100. طبعا اللي هيتبقى هو 10 سنتي مكعب. كده أنا بقى عندي الحجم الخاص بقطعة الحديد. دلوقتي بقى أطبق القانون، واللي كان عبارة عن الكتلة اللي هي 78 جرام على الحجم اللي كان عبارة عن 10 سنتي مكعب. طبعا الإجابة هتكون 7.8. وطبعا وحدة طيب مكعب. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل المسألة وانتهينا من حل السؤال الأول. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني يا سنة أولى. والسؤال التاني: ألف، اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة. العبارة رقم 1: أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد في حالة انفراد وبتتضح فيه خواص المادة. طبعا ده بيكون الجزيء. أما بقى العبارة اللي بعدها: درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها تحول المادة الصلبة إلى الحالة السائلة. طبعا دي بنقول عليها، أو المصطلح العلمي الخاص بيها هو درجة الانصهار. أما بقى رقم 3: الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. طبعا دي هتكون طاقة الحركة. أما بقى العبارة اللي بعدها: تحول في سلوك الكائن الحي أو تركيب جسمه أو الوظائف الحيوية لأعضائه. طبعا ده بيكون التكيف. أما بقى رقم 5: محاكاة بعض الكائنات الحية لظروف الطبيعة السائدة في البيئة. طبعا دي بتكون المماتنة.
كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا ننتقل لب، وب عايزني أقارن ما بين القوارض والأرنبيات من حيث عدد القواطع في كل فك. طبعا القوارض بيكون عندها زوج في كل فك، أما بقى الأرنبيات فبيكون عندها زوجين في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي. زوجين يعني 4 قواطع، أما زوج واحد فهو 2 قواطع. كده نكون انتهينا من المقارنة، وقارنا ما بين القوارض والأرنبيات من حيث عدد القواطع في كل فك. أما بقى البروم والكبريت عايزني أقارن ما بينهم من حيث الحالة الفيزيائية وعدد ذرات الجزيء. طبعا البروم بيكون الحالة الفيزيائية الخاصة بيه إنه سائل، أما بقى الكبريت فهو طبعا صلب. أما بقى من حيث عدد ذرات الجزيء فطبعا البروم بيكون عبارة عن ذرتين، أما الكبريت بيكون عبارة عن ذرة واحدة. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التالت. وألف يتكون جزيء نقط من اتحاد ذرتين متماثلين. طبعا الإجابة هتكون إنه جزيء الهيدروجين هو اللي بيتكون من اتحاد ذرتين متماثلتين. أما بقى رقم 2 جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة. طبعا الجسيمات دي بتدور حوالين النواة وهي الإلكترونات. أما بقى العبارة رقم 3 من مصادر الطاقة الدائمة نقط. طبعا الشمس هي من مصادر الطاقة الدائمة. أما بقى رقم 4 بتتحول الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك إلى نقط. طبعا الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك بتتحول لطاقة حرارية. أما بقى العبارة 5 من الحيوانات ذات الدعامة الداخلية. طبعا الإجابة هتكون الأسماك. أما بقى العبارة 6 والأخيرة بيتحول الطرفين الأماميين في نقط إلى مجاديف. طبعا الإجابة هتكون في الدولفين، وده عشان تمكنه من أداء وظيفة العوم. أما بقى ب في السؤال الثالث فهو عبارة عن ماذا يحدث إذا رقم 1 تم ملامسة جسم ساخن لجسم بارد. طبعا الإجابة هتكون بتنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يتساوى في درجتي حرارتهما. يعني الحرارة هتفضل تنتقل من الجسم الأعلى في درجة حرارة الجسم الساخن إلى الجسم الأقل في درجة حرارة الجسم البارد حتى يتساوى في درجتي حرارتهما. أما بقى ماذا يحدث إذا وقفت الحشرة الورقية على حائط أبيض. الحشرة الورقية دي بتشبه ورقة الشجر. ورقة الشجر لو بقت أو الحشرة اللي شبه ورقة الشجر لو بقت موجودة على حائط أبيض إيه اللي هيحصل ليها؟ طبعا الإجابة هتكون إن هي ستصبح هدف ظاهر لأعدائها. هي دي الإجابة. وكده نكون انتهينا من حل ب. دلوقتي بقى هننتقل لجيم، وجيم عبارة عن مسألة وعايزني أحسب طاقة الوضع لجسم كتلته 5 كيلو جرام موضوع على ارتفاع 10 متر من سطح الأرض. طبعا كمان علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر كل ثانية تقريبا. تعالوا بينا يلا نشوف ايه المطلوب منا. المطلوب منا اننا نحسب طاقة الوضع. طبعا كلنا عارفين ان طاقة الوضع القانون الخاص بيها بيساوي وزن الجسم في الارتفاع. طب انا دلوقتي ما عنديش وزن الجسم لكن عندي الارتفاع. طب اعمل ايه عشان اجيب وزن الجسم؟ طبعا هطبق قانون الوزن، والوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية يساوي طبعا الكتلة عندنا 5 كيلو جرام وعجلة الجاذبية 10، يعني معنى كده انه الوزن عندنا 50 نيوتن. دلوقتي بقى ابتدي احسب طاقة الوضع وهكتب القانون. وطاقة الوضع بتساوي وزن الجسم
وزن الجسم في الارتفاع. طبعا وزن الجسم انا قدرت اجيبه من خلال المعطيات، من خلال اني عرفت الكتلة وضربتها في عجلة الجاذبية، يعني وزن الجسم كده 50 نيوتن، وطبعا الارتفاع هو 10 متر، وده من معطيات المسألة. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة هيكون 500 جول، هي دي طاقة الوضع. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع والأخير في الامتحان. السؤال الرابع: ألف، صوب ما تحته خط. المادة السائلة لها شكل وحجم ثابتين. طبعا الحاجة اللي بيكون ليها شكل وحجم ثابت هي المادة الصلبة، يعني بدل كلمة السائلة هيكون التصويب أو التصحيح هو كلمة الصلبة. أما بقى رقم 2، الرمز الكيميائي لعنصر البوتاسيوم هو البي. طبعا التصويب أو التصحيح إنه حرف الكي، أو الرمز الكيميائي هو K. أما بقى رقم 3، بتوجد النيترونات في النواة الذرة وبتحمل شحنة موجبة. طبعا النيترونات اللي بتكون موجودة في نواة الذرة الشحنة الخاصة بيها أو بتاعتها بتكون متعادلة. أما بقى رقم 4، القطب السالب في العمود الكهربي البسيط هو لوح الخرسين أو لوح النحاس. طبعا التصويب أو التصحيح إنه لوح الخرسين. دايما يا سنة أولى إعدادي أما بنكون عارفين المعلومة عينينا دايما بتقرأ المعلومة الصح. لو تلاحظوا إني نطقت كلمة النحاس الخرسين لإني عارفة إنه القطب السالب في العمود الكهربي البسيط هو الخرسين. دلوقتي بقى هننتقل للعبارة 5: إفراز السم في التعابين يعتبر تكيف سلوكي. طبعا ده تكيف وظيفي. أما بقى العبارة 6 والأخيرة معانا: بيمكن تصنيف الحيوانات حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاثر. طبعا التصويب أو التصحيح اللي نقدر نصنفه حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاثر هو النباتات. طبعا من حيث الشكل الظاهري في نباتات بتتميز بوجود السيقان وجذور أوراق، والنباتات لا تتميز لوجود السيقان والجذور والأوراق. أما بقى من حيث التكاثر فطبعا في نباتات بتتكاثر بالجراثيم والنباتات بتتكاثر بالبذور. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وبها عبارة عن سؤال علل، وعندي 4 عبارات. والعبارة الأولى: علل طلاء الكباري وأعمدة الإنارة من حين لآخر. طبعا احنا بندهن الكباري وأعمدة الإنارة لحمايتها من الصدأ والتآكل. عشان نحميها من الصدأ والتآكل احنا بندهنها من وقت للتاني. أما بقى رقم 2: علل لا يستخدم الماء في إطفاء حرائق البترول. طبعا الإجابة حتى لا يطفو البترول فوق الماء ويظل الحريق مشتعل. أما بقى العبارة 3: علل بيفضل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عن احتراق الوقود. طبعا الإجابة هتكون لأنه الشمس مصدر دائم وغير ملوث للبيئة، بينما الوقود مصدر غير متجدد وملوث للبيئة. يبقى هو دي إجابة العبارة ليه بنفضل إنتاج الطاقة من الشمس. أما بقى العبارة اللي بعدها والأخيرة: علل بينتهي قدم الجمل بخف عريض مفلطح سميك. طبعا ليتمكن أو ليمكنه من المشي على الرمال الساخنة وعدم الغوص فيها. هي دي الإجابة. وكده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الرابع والأخير في الامتحان. امتحان متوقع نصف العام، وطبعا عام 2024. بتمنى ليكم التوفيق والنجاح بإذن الله يا سنة أولى. إلى اللقاء.